تخيل معايا يا صديقي لو شيخ شاولين اتعلم في مدرسة أسلحة، ايه اللي هيحصل لباقي العيال؟ حاجة شبه كده بتحصل في قصتنا النهاردة. القصة بتبدأ مع ولد اسمه ليه اللي كان بيدرس كونج فو في الجوروكول، مدرسة لتعليم الفنون القتالية، وهو بيتدرب هناك من هو مولود. في يوم راح لمعبد الجوروكول واعتذر عشان اللي هيعمله ده مش هيبقى صح على الأرجح. في نفس اللحظة أحد المقاتلين هجم عليه من ناحية، ليه اندهش من الهجوم المفاجئ لكنه قابل الهجوم بأي شكل. المقاتل رمى على الحائط لكن ليه ارتد بسرعة وهو في الهواء قابل ضربات المقاتل، وبعد شوية ثواني هزمه. بعد كده جه دور المبارزة بالسيف، الولد قدر بكفاءته انه يمرمط المبارز التاني في الارض. بعد كده ليه بدأ يمشي اتجاهه، لكن لما سمع صوت خطوات ليه رمى المذبحة. المقاتل كان على وشك انه يكسب لكن ليه اتزحلق ونجي، وبعدين ابتدت معركة جامدة بين الاتنين. في الاخر ليه هو اللي كسب. بعدها ليه نكس راسه في المعبد وخرج. مدرس الجيرو كول قال له انه في الامتحان اظهر اكتر مهارة، فده هيديله فرصة يروح مدرسة جديدة في المدينة. هيسكن مع عيلة فيها 3 افراد، ولدين وابوهم. الراجل ده عالم وعارف مدرس الجيرو كول. بعد كده ليه سافر للمدينة الجديدة، المدرسة في ولد 15 سنة اسمه فيان، وهو لاعب تايكوندو. اخته الصغيرة شين بتحب اخوها جدا. نادي تايكوندو في المدرسة تحت اشراف لان، وهي لما بتشوف مباراة فيان بتقول له اخطائه عشان يبقى احسن. اخو لان اسمه يو هوايته الاكل، طول الوقت مش بيفكر غير في الاكل. الاربعة دول صحاب كويسين وبيعيشوا جنب بعض. ابوهم دكتور هان طول الوقت بيشتغل بجد، مراته ماتت من كام سنة فده خلاه يعيش لحاله. كان بيصنع جهاز خاص والعصابات في المدينة عايزين الجهاز ده. دكتور هان كلم العيال لكن لان مش مبسوط عشان ابوه هياخد وقت عبال ما يرجع البيت. الدكتور وعدهم ان هيجوا قريب وقال لهم يفتحوا الهديه اللي بعتها للبيت. في الصندوق كان فيه الجهاز الخاص ده اللي العصابات عايزين يسرقوه. فجاه ليه خبط على الباب ولان دخلته، راحت توري اوضته. وفي الناحيه التانيه العصابات قبضوا على ابوها. زعيم العصابه لاري هدد الدكتور هان عشان الجهاز. الدكتور قال له مفيش جهاز زي ده، وشرح له انه بيعمل شغل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عشان عياله يقدروا يكلموا روبوت بصوت امهم. لكن لاري ما صدق، دور على لقطات الكاميرات وعرف ان الولدين سلوب وفيست اخدوا على عاتقهم سيرة الجهاز. سلوب وفيست كانوا مبسوطين قوي عشان بعد ما بقوا عصابة ده كان اول مهمة ليهم. الاتنين غيروا شكلهم بملابس غريبة ووقفوا بره بيت لان. واحد منهم قرر يدخل بالليل لكن التاني قال له العيال هيروحوا مدرسة نسرقوا بالنهار. في البيت ليه بيتعلم عادات المدينة الجديدة، شاف لان وهي بتشوف مباراة تايكوندو فاللعبة عجبته. بالليل وهو قاعد بيزي حصل خناقة بينه وبين يو عشان العاب الفيديو، لكن بعد شوية الاتنين خلصوا وبدأوا يلعبوا ويستمتعوا. هي ما عرفتش من ناحية تانية لان في اوضتها لما فتحت صندوق الهدية لقيت فيه فلاشة باندا اللي العصابات وراها من زمان. لما لان ضغطت على الزرار الباندا طلب منها تخترع باسورد. لان قالت الباسورد ده ومن غير قصد ده اتاخد باسورد. بعد ما شغلت الباندا عرفت ان في صوت امها بالذكاء الاصطناعي. الصبح لويو ولان طلعوا الاول يوم في المدرسة. العصابتين شافوا العيال بيروحوا وقرروا ينفذوا خطتهم، لكن فجأة واحد منهم شاف سلسلة الباندا في شنطة لان. قرروا يسرقوا الجهاز من لان. في الطريق لان قدمت فيال ليه. في نفس اللحظة واحد من العصابات سرق الباندا من غير ما تنتبه ليه وهرب. ليه شافه وبسرعته مسكه. في يوم جه يساعده والاتنين مع بعض ضربوا العصابة علقة نظيفة، لكن العصابة ما سكتتش وسرقوا الباندا تاني وهربوا. العيال كلهم مع بعض حطوه في سل الزبالة وده حرقوه في الشارع. في المدرسة عيال فصل ليه انبهروا من محارب الشاولين وبدأوا يسألوه تقدر تتجوز أو تقدر تعمل كونج فو؟ ورينا مرة واحدة بس. في الآخر المعلمة هددتهم وقالت لهم يعملوا كده في حصة الألعاب. معلم رضا قال لهم إن في الشهر ده هيكون في اختبار لياقة واللي ما يعديش هيسقط السنة دي. ساعتها حالته اتدهورت عشان هو سمين جدا. المعلم طلب من الكل يعدوا 100 متر، ليه خلص دورتين قبل ما الباقي يكملوا دورة واحدة. بعد كده طلب منهم يعملوا تمارين ضغط، ليه متقنها من قبل وعمل أكتر من 100، وبعدين ابتدى يعملها بإيد واحدة. العيال كلهم انبهروا. بعد كده قدر القفز العالي وده سهل على ليه، المسكين يقع على وشه. في نفس الوقت الدكتور هنا عند لاري مربوط على كرسي ولاري بيضايقه وهو بيضربه بكرة الجولف. بالليل العصابة الاتنين دخلوا بيت لان. أول ما لقوا فرصة ليه شافهم واستخبى ورا لعبة يخوفهم، لكن هم شافوه وانتهزوا الفرصة وهجموا عليه. لان وصلت والعصابة سرقوا الباندا وهربوا. ليه حكى لفيان ويو القصة كلها لكن الاتنين فكروا انه بيهزر. بعد كده بنشوف العصابتين وهم بيملوا بقهم بكرات الجولف. هم بالغلط سرقوا عطر شكله زي علبة الباندا مش العلبة نفسها. لاري عايز يبيع الجهاز الخاص لشركة في 3 أيام فتعصب وغضب بشدة. اتعصب جدا وضرب العصابة كرة الجولف وهددهم انهم يجيبوا الجهاز الخاص بأقصى سرعة. في المدرسة كل العيال بيشوفوا مباراة تايكوندو بين فيان وليه. يوشين قاعدين في الخلف بيتكلموا مع بنتين وحشين. البنتين دول هما العصابة متنكرين، شافوا الباندا في شنطة لان وقرروا ينتظروا الفرصة المناسبة عشان يسرقوها. في نفس الوقت ليه اتحدى فيان في المباراة. كل العيال راح يشوفوا مباراة جامدة. العصابة استغلوا الفرصة وحاولوا يسرقوا الباندا من الشنطة، لكن في الزحمة الشعر المستعار بتاعهم وقع. في المباراة فيان وليه بيتنافسوا مع بعض بشدة، في الآخر الاتنين قرروا ما يهزموش بعض وخلصوا المباراة. في اللحظة دي الجميع لف وشافوا العصابة وعرفوهم. العيال كلهم هجموا عليهم لكن العصابة هددوا بقتل واحدة من البنات وسرقوا جهاز الباندا وهربوا. العيال راحوا للمدير واستدعوا البوليس وشرح لهم كل الحكاية. فيان كان بيلوم نفسه عشان لو ما كانش اتحدى فيان لا ما كانتش هتبعد عن شنطتها، لكن باقي العيال طمنوه انه ما يفكرش كده. في الآخر لاري معاه الجهاز وشغال على الكمبيوتر
الكمبيوتر لكن محتاج باسورد وهو ما عرفش، طلب من بعض المبرمجين يحلوه لكن ما فيش فايدة، غضب لاري وصل لاخره. في اللحظة دي شاف على تليفون دكتور هان رسالة من بنته لان عايزاه يجي البيت عيد ميلادها بكرة. لاري وعده بالنيابة عن دكتور هان انه هيجي. اليوم اللي بعد كده لان واصحابها بيجهزوا لحفلة عيد الميلاد، الباقي راح يشتروا هدايا وخلوا لان في البيت لوحدها. فجأة لان اتبلغت ان ابوها قدام البيت، لكن اول ما خرجت واحد خطفها وحطها في العربية وهرب بيها. في نفس اللحظة ليه واصحابها شافوا لان وبدأوا يلحقوها بالعجلات بتاعتهم. في الاخر كلهم وصلوا لمعمل الدكتور هان وليلى ابتدت تصرخ. هناك لاري وشريكه في المشروع بيتخانقوا علشان لاري كان عايز يبيع الجهاز بكره لكن لسه ما عرفش الباسورد. لاري في قمه غضبه حط سكينه على رقبه لان وطلب الباسورد. لان رددت ايه الباسورد ده، وفي نفس اللحظه البرنامج اشتغل. بره العصابتين اللي في الاول بيحرسوا المقر، ليو وفيان هجموا عليهم وهزموهم في ثواني، لكن بعد كده قابلوا برادلي تابع لاري وهو مقاتل خطير. ليو وفيان مع بعض ما قدروش يهزموه. جوه المعمل صفقه لاري كانت على وشك انها تتم، لكن فجاه يو جه وحرر اخته وابوه على مهله. يان وصل وخد معركه مع العصابه. في نفس الوقت لاري اخد فلاشه الباندا وهرب. دكتور هان ويو ولان مع بعض ضربوهم علقه. مره تانية ليه رجع يساعد فيان في مواجهه برادلي. في الاخر الاتنين مع بعض قدروا يهزموه، وفي الاخر البوليس وصل وقبض على كل العصابه. بعد كده المدير قدم ميداليات للي ويو عشان شجاعتهم. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.